ليه فيلم حياة الماعز كسر الدنيا بالشكل دوت؟ ازاي بممثل وشويه ميز الدنيا تتقلب كده؟ من ايام انتشر فيلم قلب الدنيا حرفيا بالذات في السعوديه. الفيلم الهندي اللي بيحكي عن نجيب، الشخص الهندي اللي ساب حبيبته ورهن بيته وجه السعوديه على عقد عمل املا في حياه افضل، يعني علشان يتخطف من المطار على ايد شخص سعودي تاني غير الكفيل بتاعه ويجبره ان يشتغل في مزرعه في ظروف عمل قاسيه جدا وكمان مهينه جدا. لكن إيه اللي يخلي فيلم زي دوت يحقق المشاهدات دي كلها والناس كلها تتكلم عليه؟ في سببين مهمين. السبب الاول منهم هو الدنيا تطورت جدا، واكيد اي حد دارس او فاهم الف ب اعلام عارف ان الحرب حاليا ما بقتش حرب اسلحه، الموضوع كله بقى سيطره فكريه. الفن والابداع اصبحوا اكبر واهم سلاح في الفتره الحاليه، والفيلم فعلا استخدم الادوات المختلفه من تمثيل لتصوير لاخراج حتى المؤثرات الصوتيه. كل الادوات ديت نجحت انها تدمجك في الاحداث وتخليك عايش جواها، ويمكن تحط نفسك كمان مكان نجيب. النقطه الثانيه هي ان مهما كان دخلك المادي او المسمى الوظيفي او بيئه العمل اللي انت شغال فيها، فبالتاكيد انت حسيت بالشعور اللي كان بيعدي بيه نجيب في الفيلم. فكره سيئه العمل والحياه القاسيه اللي بتخلي ملايين زي نجيب يسيبوا بلادهم ويتغربوا امل في حياه افضل او حياه كريمه.